فيلمنا النهارده بيحكي عن دكتور بيطري بيقدر انه يفهم لغة الحيوانات ويتكلم معاهم كأنهم بشر عاديين، وكان عايش مع مجموعة من الحيوانات الغريبة دي في القصر بتاعه، وده بعد ما قرر انه يعزل نفسه عن العالم كله. لكن فجأة بيلاقي نفسه داخل في مغامرة خطيرة في البحر علشان يدور على علاج نادر للملكة، وبيكون واخد معاه كل الحيوانات بتاعته علشان تساعده، واللي كان كل حيوان منهم عنده شخصيته ودماغه الخاصة بيه. وعلشان تعرفوا ايه اللي هيحصل في المغامرة دي كملوا معايا للآخر. لكن قبل ما نبتدي ما تنساش انك تحط لايك لو عجبك ملخص الفيلم، ويلا كلنا نشكر الله ونصلي على النبي ونبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع دكتور دوليتل، وده كان دكتور شاطر جدا في مجال معالجة الحيوانات، وكمان كان بيقدر يفهم لغة الحيوانات ويتكلم معاهم كأنهم بشر عاديين. وفي الفترة دي بتنتشر شهرة دوليتل في العالم كله، لدرجة إن ملكة إنجلترا بتقرر إن هي تديله محمية طبيعية ويعيش فيها هو وكل الحيوانات بتاعته، ويساعد أي حيوان جديد محتاج علاج. ودكتور دوليتل كان بيحب واحدة اسمها ليلي، وليلي دي كانت بتحب المغامرات والاستكشافات. وفي يوم بتطلع رحلة استكشافية وبتركب سفينة وبتاخد معاها مجموعة من الطيور والحيوانات، لكن للأسف في نص الطريق الأمواج بتكون عالية جدا وبتغرق السفينة، وبنشوف ليلي وهي بتدي الخاتم بتاع البغبغان علشان يوصله لحبيبها وبعدها بتموت. وطبعا دوليتل بيكون مصدوم لما بيعرف خبر موتها، وبيدخل في حالة اكتئاب شديدة وبيقفل على نفسه وبيعتزل العالم كله. وبعدها بتعدي السنين وبنشوف مجموعة من الصيادين في الغابة بيصطادوا بط، وبيبقى معاهم شاب صغير اسمه توم. وتوم ده ما كانش حابب ان هو يصطاد معاهم الطيور، لكن ابو توم بيخليه يصطاد غصب عنه وينشم البندقية على البط. ومن كتر ما توم ما كانش عايز يسيب الطيور ايده بتتهز والطلقة بتغير اتجاهها وبتيجي في سنجاب صغير. وطبعا توم بيكون زعلان جدا عليه، وابوه بيديله سكينة علشان يقتل السنجاب ويريحه من الألم اللي هو فيه. وتوم مش بيقدر ان هو يقتله، وبيكون عايز يعالج السنجاب علشان يخليه يعيش. وفي الوقت ده بيكون في بغبغان شايف كل اللي بيحصل، وبيقول له توم لو عايز تنقذ حياة السنجاب فعلا امشي ورايا. وعلى طول توم بيسمع كلامه وبيحط السنجاب في صندوق صغير وبيفضل ماشي وراه لانه كان بيتمنى فعلا ان هو يعالجه. وبعدها البغبغان بياخد توم لمحمية دكتور دوليتل، وبنشوفهم هما بيدخلوا من فتحة صغيرة في سور المحمية. ولما توم بيدخل المحمية بيتفاجئ من المكان لانه بيلاقي فيها انواع كتير من الحيوانات المفترسة والغير مفترسة والطيور، وبيستغرب جدا لما بيلاقيهم كلهم عايشين في هدوء وسلام مع بعض. واول لما بيبدأ يمشي في المحمية بيلاقي شبكة بتترمي عليه وبيتعلق في شجرة، وبيطلع ان ده فخ دكتور دوليتل عامله علشان طبعا يمنع اي حد غريب انه يدخل المحمية. وفي الوقت ده بنشوف دكتور دوليتل اللي شكله كان اتغير بالكامل وشعره بقى طويل جدا، وما بيكونش مهتم بنفسه حتى ولا بيستحمى. وبنشوفه وهو قاعد بيلعب شطرنج مع غوريلا، والشطرنج نفسه كان عبارة عن مجموعة فئران صغيرة. وفجأة بيجي كلبه وبيعرفه ان في حد غريب دخل المحمية، وانه دلوقتي موجود في الفخ اللي عاملينه بره القصر. وطبعا دكتور دوليتل بيكون متضايق جدا ان في حد غريب دخل المحمية، وبيأمر كل الحيوانات اللي موجودة في المكان ان هي تستخبى لحد ما يشوف في ايه. وفي الوقت ده توم بيكون لسه متعلق في الشبكة، وبيشوف بنت جميلة داخلة المحمية، وبنعرف انها اميرة واسمها روز، وبتكون جاية المحمية علشان تقابل الدكتور دوليتل وتقول له ان ملكة انجلترا محتاجاك في امر مهم. وفي الوقت ده دكتور دوليتل بيكون لسه متوتر ومنزعج من وجود اشخاص غريبة في المحمية، وبيطلب من الغوريلا ان هي تخرج تشوف مين الاشخاص دي وتحاول تمشيهم. والغوريلا بتسمع كلامه، لكنها اول لما بتطلع وبتشوف توم بتفضل تصرخ وبيغمى عليها لان دي كانت اول مرة تشوف انسان غير دوليتل. وتوم كمان بيكون خايف من شكلها وبيفضل يصرخ. ولما روز بتدخل القصر بتتفاجئ لما بتشوف الحيوانات والطيور اللي عايشين مع دكتور دوليتل، وبتفضل تدور عليه في المكان كله لحد ما بتلاقيه مستخبي تحت الترابيزة. ومن كتر ما هو كان معتزل للعالم كله كان خايف ان هو يتكلم او يتعامل مع الجنس البشري. لكن روز بتحاول تطمنه وبتعرفه ان هي جايه له في مهمه، وان ملكه انجلترا عايزاه ضروري لانها محتاجه لمساعدته. لكن دوليتل بيرفض ان هو يسيب مكانه ويروح معاها، وبيحاول ان هو يطردها. لكن لما روز بتعرفه ان الموضوع بالنسبه للملكه حياه او موت بيوافق ان هو يروح معاها علشان يساعدها. وفي وقت ما كانوا بيتكلموا بيدخل عليهم توم من الشباك، وبيقول له دكتور دوليتل ان هو معاه سنجاب صغير وبيموت، وبيطلب منه ان هو يساعده. وعلى طول دوليتل بياخد منه السنجاب وبيعرفه ان هو هيعالجه، وبيطلب من الحيوانات بتوعه ان هم يجهزوا له غرفه العمليات بسرعه. وتوم وروز بيكونوا مبهورين لما بيشوفوا الحيوانات وهم بيساعدوه، وكانوا حاسين انهم قدام فريق طب كامل. وفي وقت ما كان دوليتل بيعالج السنجاب روز بتعرف توم ان الارض اللي عليها المحميه والقصر دول يبقوا ملك ملكه انجلترا، وانها دلوقتي مريضه وممكن انها تموت. وللاسف لو ماتت املاكها كلها هتروح للحكومه بما فيها المحميه دي، لان
لان وقتها الحكومة هتاخد الارض من دوليتل وهيخسرها للابد. وفي الوقت ده البغبغان بيكون سمع كل كلامهم وبيروح يبلغه لدوليتل، وطبعا دوليتل بيكون خايف جدا على الحيوانات بتاعته لان المحمية لو اتاخدت منه الطيور والحيوانات دي مش هتلاقي مكان امن تعيش فيه، وللاسف هيكونوا فريسة سهلة للصيادين اللي في الغابة. ولما بيقعد مع الحيوانات وبيتكلم معاهم وبيفكر في اللي ممكن يحصل لهم، بيقتنع ان هو دلوقتي ما قداموش اي حل غير ان هو يروح لملكة انجلترا ويساعدها ويعمل المستحيل علشان يلاقي لها العلاج اللي هي عايزاه، لان ده الحل الوحيد اللي هيحفظ لهم المحمية. وبيبدأ دكتور دوليتل ان هو يغير من شكله علشان يروح مع روز يقابل الملكة، وبيطلب من توم ان هو يمشي دلوقتي لان وجوده معاه ملوش اي لازمة. ولما توم بيخرج من القصر بيلاقي قدامه العربية اللي هتوصل دكتور دوليتل وروز لقصر الملكة، وبيلفت انتباهه ان في صندوق خشب في العربية، وبيقرر انه يدخل في الصندوق ده علشان يروح معاهم لقصر الملكة من غير ما حد يشوفه. وبتبدأ كل الحيوانات انها تستعد علشان تروح مع دكتور دوليتل، وبنروح على قصر ملكة انجلترا وبنشوف دكتور اسمه جاك، وده كان الدكتور اللي مسؤول عن حالة الملكة وبيعالجها. وبيكون في واحد تاني اسمه توماس وده بيكون من مجلس الوزراء، وبنعرف ان هما الاتنين متآمرين على الملكة وعايزين يخلصوا عليها. ولما توماس بيسأل دكتور جاك عن حالتها الصحية دلوقتي، جاك بيعرفه ان هو ادالها جرعة قوية جدا وانها المفروض ان هي تقضي عليها في خلال اسبوع. وبعد شوية بنشوف دكتور دوليتل بيوصل قصر الملكة وبيكون مع اصحابه من الطيور والحيوانات واللي كانوا رايحين معاه علشان يساعدوه في المهمة بتاعته. وبعدها بيجوا الحراس وبيكونوا قابضين على توم وبيقولوا له انهم لقوه في عربية الملكة، لكن روز بتأمرهم ان هم يسيبوه وبتقول لهم ان هو تبع فريق دكتور دوليتل. وبعد كده دوليتل بيدخل هو واصحابه للملكة، وبنشوف الكلب بيطلع وبيقرب من الملكة وبيحاول ان هو يكشف على حالتها. وبعدها الكلب بيروح لدوليتل وبيقول له ان هو شمم ريحة اعشاب قوية وان غالبا الملكة لما شربتها وصلت للحالة دي. ودوليتل بيلاقي في الأوضة اخطبوط في حوض ازاز، والاخطبوط ده بتكون الملكة مربياه. ولما بيروح للاخطبوط وبيسأله الملكة شربت ايه، الاخطبوط بيقول له ان هو شاف دكتور جاك وهو بيشربها حاجة ومن بعدها نامت وما صحيتش تاني. وعلى طول ديوتل بيطلع كتاب من معاه عن الاعشاب وبيفضل يدور على نوع العشب اللي الملكة شربته، وبمساعدة الكلب بيقدر ان هو يعرف نوع العشب ده، وبيعرف ان هو سام وان لازم يجيب له مصل علشان يبطل مفعوله بسرعة. وبيقدر دوليتل يعرف ازاي هيصنع المصل ده واللي بيكون في شجرة معينة هو عارفها. وبيقول له دكتور جاك وتوماس على المصل، وبيقرب جنب طابلو الحيطة وبيعمل نفسه بيتفرج عليه وبيحط حشرة صغيرة من غير ما حد منهم ياخد باله. وبعدها بيقول لجاك وتوماس ان هو يروح لمكان الشجرة اللي هيعمل منها المصل، وان هيسيب الكلب بتاعه في أوضة الملكة علشان يتابع حالتها. ودلوتل بيمشي هو وتوم لكنه ما بيكونش عايز ياخد توم معاه، وبيطلب منه انه يرجع لابوه لانه مش هيستحمل الرحلة اللي هم يطلعوها. وبعدها توم بيرجع لبيته لكنه بيكون قاعد مع نفسه زعلان، وفجأة بيلاقي البغبغان جاي له وبيكون جايب معاه السنجاب وبيعرفه ان حالة السنجاب اتحسنت. وبيطلب من توم ان هو ينضم لفريق دكتور دوليتل لانه حاسس ان هو بيحب الحيوانات زيهم وبيحب يساعدهم. وتوم بيكون فرحان جدا بطلب البغبغان، وبتكون في زرافة واقفة بره البيت علشان تاخده معاهم، وتوم بيركب الزرافة وبيروح مع البغبغان علشان يلحقوا دكتور دوليتل. وبعدها بيوصلوا للميناء اللي دكتور دوليتل هيركب من عليها السفينة، لكنهم بيلاقوا ان السفينة بتتحرك وبيقرروا انهم يجروا على الجسر اللي موازي للسفينة. وبعدها بيقدر توم انه ينط في السفينة وبيكون فرحان بالمغامرة اللي دخل فيها لانه كان حاسس انه يعمل حاجة مفيدة في حياته. وبنرجع تاني لقصر الملكة وبنشوف توماس وجاك وهما بيتكلموا مع بعض، وتوماس بيطلب منه انه يقتل الملكة في اسرع وقت. وبنعرف ان توماس كان ناوي يبعت رجالته علشان يخلصوا على دكتور دوليتل لانه كان حاسس ان هو هيكون عقبة في طريقه. وكل ده والحشرة الصغيرة اللي دكتور دوليتل كان حاططها في الطابلوسة معاهم. بعدها بنشوف توم وهو في السفينة واللي كان فرحان جدا بوجوده مع الحيوانات وكان عايز ازاي يعرف يتعامل معاهم زي ما دوليتل بيعمل. وفجأة بتظهر سفينة حربية ودكتور دوليتل بيشوف جاك على السفينة وبيعرف ان هو بيراقبهم، وبيقدر ان هو يستخدم آلة موسيقية بيطلع بيها الحوت من البحر، وبيبدأ ان هو يتكلم معاه علشان يعرفه حكاية السفينة الحربية اللي وراهم. وبعدها بيربط حبل في الحوت وبيطلب منه ان هو يشد سفينتهم في اتجاه تاني علشان يقدروا يهربوا من سفينة جاك. وتوم بيعرف دوليتل ان هو فرحان بالرحلة دي وان هو بدأ يتعلم لغة الحيوانات، ودوليتل بيقول له ان هو مبسوط منه لانه بيحب الحيوانات زيه، وبيأكد له ان هو ما دام حط الموضوع في دماغه هيقدر يتعلم لغتهم بسرعة. وبعدها توم بيشوف خريطة وبيفتكر ان هي خريطة لمكان الشجرة اللي هم رايحين عليها، ودوليتل بيعرفه ان هو ما يعرفش مكان الشجرة وان الخريطة اللي المفروض تدلهم على مكان الشجرة دي كانت على سفينة ليلي اللي هو بيحبها وغرقت بيها. وبيعرفوا ان هي كان معاها كتاب بتسجل فيه كل ملاحظاتها وان الكتاب نجي من الغرق لكنه موجود في جزيرة بعيدة، وللاسف الجزيرة دي خطر عليهم جدا لان كلها مجرمين وقطاع طرق، ده غير كمان ان حاكم الجزيرة دي عدو كبير ليا. وبنعرف ان الجزيرة دي تبقى موطن دوليتل وليلي وان حاكم الجزيرة دي يبقى هو ابو ليلي اللي كان رافض جوازهم، لكن وقتها دوليتل ما هموش كلام ابوها وخد ليلي واتجوزوا وسابوا الجزيرة كلها. بعدها دوليتل وتوم بيوصلوا للجزيرة وبيدخلوها من غير ما حد يشوفهم،
وبيقدروا ان هم يتسللوا لقصر حاكم الجزيرة. وفي الوقت ده دوليتل بيتكلم مع دبور وبيطلب منه ان هو يساعده للوصول للكتاب، وفعلا الدبور بيساعدهم وبيدلهم على الخريطة، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للمكان لكنهم بيلاقوه مقفول بالحديد. ودوليتل بيطلب من توم ان هو يدخل اوضة الحاكم بهدوء وياخد الكتاب، وده لان حركته هتكون اسهل واخف منه. وتوم بيدخل الاوضة وبيكون مع الدبور وبيلاقي مجموعة من الحيوانات والنمور نايمة في الاوضة مع الحاكم، وبيحاول انه يمشي بالراحة علشان محدش يصحى منهم ويشوفه. لكنه قبل ما بيوصل للكتاب بيلاقي الحاكم والنمور واقفين وراه، وللاسف بيقدروا يقبضوا عليهم هما الاتنين. وبعدها الحاكم بيروح لدكتور دوليتل وهو في السجن، وطبعا بيكون متضايق جدا منه وبيعرفه ان هو ما كفهوش خطف بنته زمان، وانه جاي كمان دلوقتي ياخد الحاجة الوحيدة اللي فاضلة من ريحتها. وفي الوقت ده الحاكم بيحكم على دكتور دوليتل بالإعدام، وبيدخل له نمر ضخم علشان يفترسه ويقضي عليه. والنمر ده كان بيكره دوليتل جدا لأنه كان زمان مريض، ودكتور دوليتل كان ساب المدينة وقتها ومشي من غير ما يكمل علاجه. ودوليتل بيحاول إنه يعمل أي حاجة علشان النمر ما ياكلوش. وتوم بيطلب من الدبور إنه يروح للحيوانات اللي موجودين على السفينة بسرعة ويطلب منهم إنهم ييجوا علشان يساعدوا دكتور دوليتل. وفعلا الدبور بيروح للحيوانات وبيحكي لهم على كل اللي حصل، وكلهم بيتحركوا بسرعة علشان يساعدوه. والدب بياخد الديناميت وبيرميه على مخزن الأسلحة علشان ينهي الحراس عن دوليتل. وبعدها الغوريلا بتروح لسجن دوليتل وبتهجم على النمر وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيفقد الوعي. وفي الوقت ده بيقدر توم إنه ياخد الكتاب وبيجري بيه علشان يديه لدوليتل، لكنه بيتفاجئ بمحاصر الجنود جاك حواليه، وللأسف جاك بياخد منه الكتاب وكمان بيأمر حراسه إنهم يفجروا السفينة. وبعد دقايق فعلا السفينة بتنفجر وكل الحيوانات اللي فيها بتنط منها، ودوليتل بيحس بالهزيمة وإنه مش هيقدر يساعد الملكة، لكن بيكون مطمن شوية إن كل الحيوانات بتاعته بخير. وبيقول لهم إن هو كان نفسه يوصل للشجرة علشان يحقق أمنية ليلي اللي كانت بتستكشف النباتات والأشجار علشان تعالج بيها الناس. وفي الوقت ده حاكم الجزيرة بيسمع كلام دوليتل وبيروح له وبيقول له بالرغم إن بكرهك لكن هساعدك في إنك تحقق أمنية بنتي ليلي. والحاكم بيدي لدكتور دوليتل سفينة من عنده علشان يقدر يكمل رحلته. وبعدها بنشوف دوليتل على السفينة وبيكون معاه توم وباقي الحيوانات، وبيمشي ورا سفينة جاك بمساعدة مجموعة من الحيتان اللي بتكون عارفة الطريق. وبعدها أخيرا دوليتل بيوصل للجزيرة وبيتسلق هو وتوم الجبل وبيدخلوا الكهف اللي موجود في الشجرة، لكن كانت الصدمة ليهم لما بيلاقوا إن جاك موجود جوه الكهف. وبيبدأ إن هو يستهزأ بدوليتل وبيقول له إن هو انتصر عليه، وده لأنه هو اللي قدر يوصل للشجر قبله. وفجأة بيضرب الأرض بعصاية وبيخرج منها تنين وبيبخ عليهم نار، وبنعرف إن التنين ده يبقى هو حارس الكهف، وبيفضل يبخ نار على جنود جاك، وجاك بيقع في حفرة كبيرة وبيموت. ودوليتل بيقدر ياخد الحيوانات وبيستخبى في مكان بعيد عن التنين، لكن التنين بيمسك دوليتل بديله. ودوليتل بيبدأ يتكلم معاه وبيحاول يفهمه إن هو هنا في مهمة إنسانية، وبيعرض عليه إن هو يعالجه من مرض القولون اللي عنده في مقابل إن هو يسمح له يوصل للشجرة. والتنين بيوافق، ودوليتل بيقدر إن هو يطلع كمية أسلحة من بطن التنين، وبعدها على طول التنين بيحس براحة والوجع بيروح، وبيشكر دكتور دوليتل وبيوصله للشجرة اللي هو عايزها. وبعدها بنروح للملكة اللي بتكون لسه ما فاقتش من نومها، واللي كانوا خلاص شاكين في موتها ويعلنوا خبر وفاتها. لكن فجأة دوليتل وتوم وفريق الحيوانات بيرجعوا للقصر، وطبعا توماس بيكون متضايق جدا من وجودهم وبيأمر الحراس انهم يقبضوا عليهم. ودوليتل والحيوانات بيفضلوا يجروا من الحراس، وبيقدر توم انه يدخل بسرعة لأوضة الملكة وبيديها المصل اللي صنعوه من الشجرة. وبعد لحظات الملكة بتفوق وبتشوف روز قدامها وبتحضنها، ولما بتشوف الزرافة وباقي الحيوانات بتستغرب، وروز بتبدأ ان هي تحكي لها على كل اللي حصل وبتعرفها ان دكتور دوليتل وفريقه هم اللي انقذوها. وفي الوقت ده دوليتل بيروح للحشرة الصغيرة اللي كان سايبها على الطابلوه، وبتبدأ ان هي تحكي له على كل اللي حصل من جاك وتوماس. ودكتور دوليتل بيروح يحكي للملكة على كل حاجة، وعلى طول الملكة بتؤمر الجنود ان هم يقبضوا على توماس، وبتشكر دوليتل على المجهود الكبير اللي بذله هو وفريقه علشان ينقذوا حياتها. وبعدها دوليتل بياخد توم وباقي فريقه من الحيوانات والطيور وبيرجعوا للمحمية بتاعتهم تاني بعد ما قدروا ينقذوا الملكة، وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت بقى لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فما تنساش انك تحط لايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك فيها علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني، يلا سلام.